تخيل تقعد مع حد يقول لك خلي بالك الارض مسطحه، في ناس بتقول لك ان اللي بنى الاهرامات كانوا فضائيين، تعرف عمر ما حد هبط على القمر. طب ليه في ناس مؤمنه بالحاجات دي؟ هل ده غباء منهم ولا احنا عقلنا اللي متصمم كده؟ عقلك بيكره العشوائيه. اللي احنا نعرفه ان عقل الانسان مصمم عشان يلاقي سبب لكل حاجه حتى لو ما فيش سبب. اظن ان الاوفر ثينكينج بعد الساعه 12 بيلسوعك. يعني لما يحصل حدث ضخم زي اغتيال رئيس او انهيار اقتصاد دوله، الناس مش بترضى بالتفسير العادي، يمكن صدفه، يمكن خطا بشري. انا ما ياكلش معاك الكلام ده. وقتها مخك بيدور على تفسير كبير اللي هو غالبا المؤامره. يعني عندك بعد 11 سبتمبر نظريات كتير طلعت ان امريكا نفسها هي اللي ورا الحادث ده. ولا انت ايه رايك؟ ضيف على كده ان الانسان بطبيعته بيحب الحكايات المثيره من حواليه، مش بتحب الاكشن والاثاره. يعني لو قدامك تفسيرين، راجل سياسي مات بازمه قلبيه ولا راجل سياسي اختلته جهاز مخابرات دوله سريه تانية، انا المثير بالنسبه لك اكيد التاني. كمان في ناس بيتبعوا نظريه المؤامره عشان يحس ان هو متميز. انا مش مخدوع زي باقي الناس، انا اذكى منهم، انا عارف التيتا. خد بالك ان زمان كان في حاجات بتتقال والناس بيقولوا ان دي مؤامره بتحصل، ومع الوقت اكتشفنا ان فعلا كانت مؤامره، زي تجربه MK Ultra في امريكا اللي كانوا فيها بيحاولوا يسيطروا على عقول الناس عن طريق حبوب مخدره وادويه لسه تحت التجربه، كانوا بيدوها للمساجين والناس في المستشفيات من غير ما يعرفوا، علشان يشوفوا التاثير بتاعها عامل ازاي. هل نقدر ننوم مجموعه من الناس مغناطيسيا؟ هل نقدر نتحكم في ناس ونخليهم يعملوا اللي احنا عايزينه؟ لما الناس تعرف ان كان في مؤامره بتتردد زمان وحصلت فعلا طلعت مؤامره، طب وليه لا؟ ما يمكن يكون في مؤامره دلوقتي. ده غير ان عقلك بيحب يشوف اللي هو عايز يشوفه. في حاجه اهم في علم النفس اسمها التحيز التاكيدي. يعني لما شخص بيؤمن بنظريه معينه بيبدا يدور على كل دليل تأيد نظريته، واكيد طبعا هيتجاهل اي دليل ضدها. يعني في ناس مؤمنين بنظريه ان بعض الشركات بتاعت الادويه عندها دواء للسرطان لكن هي مخبياه. الناس دي لو شافوا مقال علمي بيثبت عكس كلامهم اكيد هينكروه او يقول لك ده اكيد ممول منهم. احنا مش بنقول ان كل المؤامرات غلط، لان في حاجات اتقالت وطلعت حقيقه فعلا. ازاي تفرق بين الحقيقه والخيال؟ يعني قبل ما تصدق اي حاجه اسال نفسك، هل في ادله علميه؟ هل في مصادر موثوقه؟ هل في شواهد؟ ولا دي مجرد اشاعات؟ ومين عارف يمكن الفيديو ده يكون مؤامره عشان تعمل لي سبسكرايب.